سلام الله عليكم إخواني المتتبعين في حلقة جديدة. عقب فوز المنتخب الإيفواري على منتخب مالي وتأهله إلى نصف نهائي كأس إفريقيا، خرج مدرب المنتخب الإيفواري بتصريح هز به أركان الكرة الإفريقية. المنتخب المغربي يواجه الإكوادور وديا، عادل رمزيا في تواجده في دكة المنتخب المغربي. هنشوف معكم أهم التفاصيل، ولكن رجاء دعمكم لنا ضروري لنواصل تقديم الجديد. فعلوا زر الجرس، بارتاجيو مع الأصدقاء ديالكم، خليوا لنا شي كومنتير دعما لهذه القناة، ويلا معنا على بركة الله. بعد المباراة الهيتشكوكية التي جمعت منتخب الكوت ديفوار بمنتخب مالي، وانتهت بتأهل المنتخب الإيفواري ب2-1 بعد أن امتدت إلى الأشواط الإضافية. فعقب نهاية هذه المقابلة خرج مدرب منتخب الإيفواري بالتصريح الناري هز به أركان القرى الإفريقية، حيث شكر كل من ساند المنتخب الإيفواري طوال مشواره في هذه البطولة، ولم ينسى شكر المغرب وفضله على المنتخب الإيفواري في التأهل، بعد أن أحيا آمال الإيفواريين في التأهل عقب فوزه على زامبيا. وأكد إيمير فايه على أن الطريق ليس سهلا للنهائي، وعلى أن الفرصة لا يجب أن تضيع. من جهة أخرى، واصل منتخب بافانا مشواره في هذه البطولة ليكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي عقب تغلبه على منتخب الرأس الأخضر بركلات الترجيح، بفضل تألق حارس مرمى جنوب إفريقيا الذي صد 4 ركلات ترجيح. رغم الأداء الباهت والغير مقنع الذي ظهر به المنتخب المغربي في كأس إفريقيا، العديد من المنتخبات العالمية تسعى إلى مواجهة المنتخب المغربي وديا، حيث صرح رئيس الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم لموقع كارفا ديبورتيفا أن منتخب بلاده يسعى لمواجهة ودية مع المنتخب المغربي في العاصمة الفرنسية باريس. تجدر الإشارة أن منتخب السيليسي سبق له أن واجه المنتخب المغربي وديا في مارس سنة 2015 على أرضية ملعب أدرار بأكادير، وانتهت هذه المقابلة بفوز الأوروغواي بهدف مقابل لا شيء من تسجيل المخضرم كافاني. يشار على أن عادل رمزي صرح في وقت سابق عن رغبته في الانضمام إلى طاقم الركراكي، وأن العمل ضمن طاقم المنتخبات الوطني يعتبر من ضمن أولوياته. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا القدر، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونهاية أسبوع موفقة للجميع.